شيخ، هذا السائل يقول: هناك مشروع الآن تحت مسمى السلام عليك أيها النبي، ويحوي متحفا مكونا من أواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا العمل حسن أو هو مما يكون بابا للتبرك المحرم؟ والله كونه للتبرك أقرب، أما حسن لا والله حسن. كونه للتبرك وفتح المجال والغلو فيه هذا هو الأقرب منها. هذه طبعا من ما يتعلق باللهث وراء إحياء الآثار. إحياء الآثار الصحيحة الثابتة بيقين، إحياء لا اعتبار له، داخل في عموم قول المصطفى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم هذه الآثار، أنا جاءني على شكل مجلة قبل أسبوعين ممن يدعي أنه صاحب هذه الفكرة، وشرأيت بعض رحى وكذا إلى آخره. وأين السند الصحيح مثلا عن الثقات العدول أن هذه الرحى هي التي كانت عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم لنفرض أنها صح، يغفر الخلفاء الراشدون والصحابة ومن جاء بعدهم والقرون الأئمة الأربعة وتلامذتهم يغفلون عن هذا المشروع العظيم، ويأتي طفيلي في القرن 15 الهجري عندما فسدت الذمم ورفعت عقائر البدع وهجر الكتاب والسنة في كثير من الأرض، وعزل القرآن والسنة عن الأحكام في كثير من البقاع. يأتي هذا يدعي هذه الدعوة، هذه دعوة خبيثة سيئة. هذه أقل أحوالها أنها دعوة للشرك، هذا أمر منكر. أرجو الله جل وعلا أن يسبب القضاء عليه عاجلا غير آجل. يغفل الناس كلهم عن هذه الأمور، وتبقى هذه الأشياء ما شاء الله عامرة حية ما تلفت بعد 1400 وأكثر من 22 سنة، يعني بعد وفاة النبي، وتبقى سالمة ما شاء الله حتى توجد الآن. ومن أين جاءت هذه؟ ومن احتفظ بها؟ الله المستعان. والله على كل حال هذا بلغنا وسمعنا، وأنه رد عليهم بعض المشايخ، الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وغيره. وأنا لم يوفر عندي التصور، لكن الذي أنا نبهت عليه في عرض كلام وهو مكتوب موجود عندكم فيه فتوى في قول القائل: إلا رسول الله، إلا رسول الله، وقول القائل: عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. كذلك قلنا فيها إن هذا لا يصلح، وليس من سيرة الصحابة السلف أن يقولوا يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، إلا بالتشهد: السلام عليك أيها النبي. هذا نص توقيفي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. لا. هل مقصود المصلي خطاب الرسول؟ لا، إنما يتعبد لله بهذا التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنصه كما علمهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فعنوان هذا المشروع عندي أنه أيضا عنوانه غلط. يعني لو كان المشروع سليما كان المفروض أن يعبر عنه بتعبير آخر، يعني
يعني يعبر عن بعبارة صحيحة الرسول وما يجب عليه، يعني الرسول وما يجب له، أو كلمة نحوها يعني تناسب المقام. أما ما يذكر من أنه من برامجهم أو من جوانب هذا المشروع، يعني إحضار أشكال حياة الرسول، يعني من ثيابه، وأشكال ما كان الرسول يستعمله من ثيابه وأوانيه وحياته في بيته. فهذا بالحقيقة فيه تغرير بالجهال. الجهال لا يفهمون إن المقصود يعني الإخبار بشكل ما كان يستعمل شكل بس، لا. الجهال الذين يأتون لهذا يزورون مثل هذا الموقع يظنون أن هذا صاع الرسول، وأن هذا ثوب الرسول، وأن الناس لا يفقهون. يعني أكثر الناس جهال، خصوصا إذا وردوا على هذا وهو مشروع لإظهار يعني حياة الرسول وسيرته، يغترون بهذا. ثم إني أرى أيضا أنه له شبه بقضية ما يسمى بالتراث، والذي يعني كان منه شيء في بدايات مشروع أو مهرجان الجنادرية. كان في بداياته مقصوده يعني ذكر حياة الآباء وأسلوب حياتهم، وكان أيضا هذا مما أنكرناه وذكره يعني أهل العلم. فعلى كل حال فيه خطأ كبير هذا المشروع، هداهم الله وعافى. ولو كانت لهم نية طيبة ونية صالحة، فكما قلنا ليس كل مريد للخير يصيبه. هذا إحياء للآثار، هذا إحياء للآثار التي نهي عن إحيائها، لأنها وسيلة إلى الشرك والتبرك. إذا قيل هذه قدح النبي، هذه عصاه، هذه فالجهال يتبركون بهذه الأشياء، فهذه إعادة لأمور الجاهلية، ولا يجوز هذا العمل. أنا رأيت الموسوعة العلمية قبل أن تكون مجسم، رأيت الموسوعة في السيرة ورأيت أنها لا بأس بها، لكن المجسمات ما رأيت المجسمات ولا أرى أنها مشروعة، فينبغي ولا حاجة للمجسمات، تكفي موسوعة علمية في السيرة النبوية كافي، كتاب. أما المجسمات فلا، المجسمات هذه لها آثار سيئة، ولها يتبرك بها الجهال، يحصل منها آثار في المستقبل، ولا فيها أموال كثيرة وإضاعة أوقات وتعلق كثير من الناس بهذه المجسمات، وقد يحصل التبرك. وهذا موجود من الحجاج ومن الوافدين يتبركون كما هو موجود الآن في مكة وفي المدينة، يتبركون بغار ثور وغار حراء، وحتى الأتربة يتبركون بها ويلطفون بأنفسهم، وفي كذلك في جبل الرحمة. فإذا وجدوا مثلها المجسمات تعلقوا بها وتبركوا بها. فلا أرى أن هذه المجسمات يعني إنما يكفي أن يكون موسوعة علمية بدون مجسمات، لا حاجة إلى المجسمات، يكتب كتاب مجسمات كما رأيت. اللي رأيت أنا رأيت الموسوعة العلمية قبل أن تكون مجسمات، رأيتها موسوعة علمية فوجدتها أنا لا بأس بها، فيها أدلة التوحيد وفيها كذا، وفيها يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن موسوعة علمية. أما المجسمات فلم أرها.